بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نكمل ما بدأناه بوضع الأدلة من كتب القوم على الأمور الشركية وما شابه هذه الأمور وأمرهم بالمنكر ونهيهم عن المعروف. نجد هنا صورة كتاب الأنوار النعمانية. هذا هو الأنوار النعمانية لنعمة الله الجزائر، وأنا أسميه نقمة الله، جزء 2 يا أخوان، صفحة 278، نور في حقيقة دين الإمامية. نجد في آخر الصفحة أنه يقول هنا: ووجه آخر لهذا لا أعلم إلا أني رأيته في بعض الأخبار، وحاصل أن لم نجتمع معهم على إله ولا على نبي ولا على إمام، وذلك إنهم يقولون إن ربهم هو الذي كان محمد صلى الله عليه وسلم نبيه وخليفته بعده أبو بكر، ونحن لا نقول بهذا الرب ولا بذلك النبي، بل نقول أن الرب الذي خليفة نبيه أبو بكر ليس ربنا ولا ذلك النبي نبينا. ووجه آخر لكنه جواب عن هذا الأمر. قال هذا الكلام هل هو في دائرة الإسلام؟ قائل هذا الكلام هل هو في دائرة الإسلام أم خارجها؟ وهنا اعتراف صريح بأنهم ليسوا من الإسلام، ولا الله هو ربهم ولا نبينا نبيهم عليه الصلاة والسلام. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.